سياسيا ذي شأن في هذا البلد من المنتمين لقضية الثورة خارج جوقة الحكم اتكلم ان احنا عاوزين انقلاب عسكري. كل الكلام في انه كيف يفتح الطريق الى انتخابات رئاسيه وبرلمانيه متزامنه او انتخابات. لا بس لازم اعترف لك، لان بما اني شاهد عيان حاضر لازم اعترف لك في لما قال الفريق السيسي الكلام اللي حضرتك قلت عليه انه في محله، اللي هي فكره ان احنا لن نستدعى للحياه السياسيه وان احنا موجودين بس عشان كذا وكذا، والصناديق بعض الموجودين تم يعني خيبه رجائهم لان هم في ذهنهم فكره استدعاء الجيش. انا اعرف الموجودين، انا بتكلم هنا عن اطراف ذات طابع سياسي. انا اعرف الموجودين واعرف ان هناك طرفا في الحياه السياسيه المصريه يمكن تسميته باختصار جماعه المنصه بيطلبون شيئا من هذا كويس. انه انا ارى ان هذا كلام في منتهى الخطوره، والكلام في منتهى الخطوره من زاويتي انا غير الكلام اللي قاله الفريق السيسي، انه الشعب المصري في مرحله تغير سريع وهائل للوعي. يعني ده افضل ما تشهده مصر الان، يعني في وجه المظلم للقمر تطورات الاقتصاد والسياسه والامن والمش عارف ايه، في الوجه المضيء للقمر هذه اعظم مرحله تغير سريع في الوعي بصدمه الاخوان بلسع النار. فهنا انا مش عاوز اقطع الطريق على هذا التطور السريع في الوعي بفكره الاستعانه بصديق، لا لابد للشعب بذاته ومن خلال تفاعلاته ومقدرته على افراز بديل ومقدرته على نتحرك في الشارع او على الصندوق. الجيش بقى، ودي النقطه الثالثه، الوضع الامثل للجيش ان يستعيد جيشيته، وهذا تعبير استخدمته انا هنا صحيح. اكثر من مره كما تتذكر وفي اماكن اخرى. جيشيته يعني ايه؟ جيشيته ليست بعيده عن السياسه، يعني حتى يعني ليست بعيده عن السياسه بالمعنى العام. وانا اعتقد انه حتى العميان يلاحظون ان الجيش المصري الان في سبيل الاسترداد يعني نفوذه وقوته كمان بيكتسب عطفا شعبيا وبيؤدي ادوارا ليست في العاده من ادوار الجيوش في ديمقراطيات الفصل الحاد ما بين الجيش اللي في السكنات والسياسه اللي في الشارع. تتكلم هو عن تامين الانتخابات، ودي رساله مهمه طبعا. جدا لكافه الاطراف. المعنى ببساطه شديده، اما يبقى وطن في خطر والجيش هو العمود الفقري